هل نادي الأهلي والزمالك يعملان كإسفنجة لامتصاص اللاعبين الموهوبين من الدوري أو من داخل مصر ويمنعهم من الانتقال إلى أوروبا؟ هذا سؤال كثير الناس بيسألوا. طبعا، وهون احنا بدنا ندردش حول هذا الموضوع. معكم سامي صلاح الدين، وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. دائما في سؤال بينطرح إنه ليش مصر رغم إنها ولادة لكثير نجوم على مستوى عالي من الحرفية والمهارة، ليش ما بينتقلوا؟ يعني أو ليش ما بنشوفهم في الدوريات العالمية؟ بالمقابل بنشوف لاعبين مغاربة وبنشوف لاعبين جزائريين بكثرة بالدوريات هاي اللي هي الدوريات الأوروبية والأندية الأوروبية الكبيرة. طبعا أسماء كثيرة من المغرب العربي تحديدا. طبعا هنا إحنا لما ناخذ الأهلي والزمالك أو الدوري المصري هو مثالا للدول العربية الثانية اللي هي بالمشرق العربي، وخاصة السعودية تحديدا اللي أيضا فيها عدد كبير من المواهب. ليش ما بينتقلوا المواهب هاي؟ ليش ما عم تنتقل إلى الدوريات الأوروبية؟ خلينا نيجي إحنا أولا بالنسبة للاعبين المغرب العربي. لاعبين المغرب العربي كثير منهم ولدوا في أوروبا، وبالتالي تسلسلوا بالفرق الأوروبية أو بالدوري مثلا خلينا نحكي الفرنسي. تلاقيه بدأ بفريق بسيط، بعدين طلع للي أكبر منه، وهكذا إلى أن يلمع نجمه إذا كان موهوب ويستحق. طيب، إحنا هون أول شيء بدنا نحكي عن موضوع بالنسبة للاعبين المصريين. ليش ما بصير معهم زي اللاعبين المغرب العربي؟ طبعا اللاعبين احنا زي ما قلنا انه الاساس بانتقال اللاعب العربي لاوروبا او لعبه في اوروبا انه يتسلسل من فريق بسيط لفريق اقوى الى اخره. نادرا جدا ما سبق ان شفت انه لاعب عربي بينتقل لنادي اوروبي كبير فجأة، يعني ما سبق ان شفت هاي الشغله، بجوز نادرا يعني. فبالتالي انه انت لازم تتسلسل بالدوريات عفوا بالفرق من ضعيف للاقوى لتوصل للتوب ليفل. طيب، احنا قلنا انه بالمغرب العربي هذا الشيء مفهوم، لانه كثير منهم مولودين او مواليد هاي البلاد وبيحملوا جنسياتها كمان، حدث لا حرج. في منهم يعني ما عاد رجع لعنا او ما عاد حدا رجع لبلده، زي مثلا لاعبين زي زيدان. مثلا زيدان لاعب جزائري وكان ممكن يكون يلعب مع الجزائر، انما هو ما اختار يلعب مع الجزائر ولعب مع المنتخب الفرنسي. يعني في اسماء كبيره كتير زي بنزيما كمان وعد كتير، وفي لاعبين لعبوا زي محرز والى اخره. بنيجي احنا نرجع كمان. طب اللاعبين المغاربة اللي بيحترفوا من المغرب بيكونوا مواليد المغرب بيطلعوا لأوروبا كمان نتيجة نفس سبب شبيه، يعني إنه هدول قريبين جغرافيا جدا من أوروبا، المغرب والجزائر. لغتهم طبعا بيحكوا فرنسي عادي، لهم أقرباء كتير هناك، وفي حاضنة اجتماعية، فبسهولة بتتم عملية الانتقال. وكمان الكشافة من فرنسا تحديدا بيكونوا موجودين بسهولة بالدول المغرب العربي. نيجي ننتقل لمصر. بالرغم من اني مش خبير في الدوري المصري، الا انه ليش اللاعبين المصريين رغم مهارتهم الشديدة ما بينتقلوا للدوريات الاوروبية؟ احنا عندنا المشكلة الاساسية، البعض يعتقد انها الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك بياخذوا المواهب طبعا، وحقهم طبعا، وكل الاندية المصرية انها بتاخذ المواهب من صغرهم. اي لاعب موهوب بياخذوه مباشرة. طبعا احنا قلنا انه انه الانديه بدها تجذب اللاعبين المميزين، وبسبب انه الاهلي والزمالك حتى مثلا لو لاعب تميز باي نادي من الانديه، زي اي نادي، الاسماعيلي مثلا انبي، اي نادي بيشتروا بيجيبوه عندهم.
وكون انه الاهلي والزمالك بالمصر يعتبروا شيء كبير جدا، وبرستيج اجتماعي وفلوس وشهرة، فينهم بيصيروا ممثلين، يعني بيكونوا، يعني الاهلي والزمالك مو لعبة، يعني انت مشهور بمصر. فبالتالي اللاعبين بيركنوا خلص، بيرضوا بهذا القدر، يعني ما بعودوا يفكروا انهم ينتقلوا برا، الا اذا بدهم والله ينتقلوا لفريق من التوب ليفل باوروبا يعني. فهون احنا مشكلة معينة بنرجع لها كمان شوي، انه ليش اللاعبين هدول ما ينتقلوا للاندية التوب ليفل. آه، فبالتالي احنا شفنا انه بصيروا هنا الاهلي والزمالك هم ماخذين كل اللاعبين الموهوبين. نرجع متى اللاعب المصري بينتقل لاوروبا؟ طبعا في لاعبين هسه معروف، محمد صلاح، في احمد حجازي، في احمد حسام قبلهم ميدو، وفي لاعبين تانيين طبعا المحمدي الى اخره، انا ممكن اسماء ما تحضرني. ولكن تجربة اللاعبين هاي هي مقياس انه كيف اللاعب المصري ممكن ينتقل للدوري الاوروبي. اول شيء بده يكون عنده جرأة، وبده يكون عنده يعني بده يعافر، لانه غالبا لما ينتقل بكون هو حسب ما انا شفت اللاعبين بتبدا قصتهم بالمنتخب الاولمبي، غالبا بيشاركوا ببطولة عالمية، اذا بطولة العالم او افريقيا بكون فيها كشافة، فبيجي نادي من الاندية الاوروبية بياخذهم. مثال على ذلك مثلا خلينا نحكي احمد حجازي باولمبياد لندن 2012، لعب وتميز هناك، كان شاته شاب صغير، عمره صغير، ولسه مش منتقل يعني لنادي، يعني لساته بمراحل عمرية مبكرة. اللي اجى اخذوا مين؟ فيورنتينا. فيورنتينا نادي يعتبر محترم، فبترك يعني لو مع اي حدا كان يلعب حيترك لفيورنتينا، اوكي النادي جيد. وعمره كان صغير. محمد صلاح نفس الشيء، كأس العالم للشباب بال 2011، وما كان بيلعب مع المقاولون العرب. طبعا اجوا الكشاف وشافوه، طبعا مين اخذوا؟ نادي بازل السويسري. وكان بده ينتقل، معروف قصة محمد صلاح انه قدم للزمالك ورفض، لو الزمالك اخذه كان ما انتقل او ما تعاقد بجوز مع نادي بازل السويسري، لانه نادي بازل بسويسرا مش بالدوريات الكبرى. وعند يعني المصريين عندهم نادي الاهلي والزمالك يعني اكبر من الدوري السويسري، مش طموحهم يعني. انما النصيب اجى انه راح على نادي بازل السويسري. طبعا احنا هون نيجي لما اللاعب ينتقل هنا في مرحله ثانيه، يكون الكره بملعب، بده يتميز وانه يلتزم بالتدريبات والعقليه الاحترافيه على اعلى مستوى. في عندنا احنا كمان ميدو، كمان يعني ميدو قصته مميزه كمان، كان مع الزمالك بس كان لساته شاب صغير، عمره 18 سنه، وفي مباراة جذبت انتباه نادي جنت البلجيكي. نادي جنت ببلجيكا، مش احنا بنحكيش عن تشيلسي ومانشستر وريال مدريد، هدول ما عمرهم قربوا على لعيبتنا. لما تلاقي الفرق اللي هي بنص الدوري ممكن تيجي تاخذك، او باخر الدوري، والعمر صغير. طبعا ميدو لما انتقل 18 سنة فبكون في معه مجال. طب ليش؟ ما طب هي يا عم اللاعبين عم بينتقلوا، ما بقول لا. المشكلة انه اللاعب اذا كبر شوية، اللاعب المصري اذا عمره صار فوق ال 25 او 26 سنة، مش مستعد انه يبدأ مع نادي يعني مثلا اوروبي يكون باخر الترتيب او بالدرجة الثانية او مش معروف. يقول لك انا هو مع الاهلي او مع الزمالك انا انسان مميز، عندي شهرة، عندي فلوس، عندي كل اشي. بجوز هناك في فلوس اكثر بس بقدرش اضمن تجربتي، ممكن اروح لاوروبا وما تزبط اموري، ارد اجي بدي ارجع ما اعرفش ارجع، يكون حدا اخذ مكاني، وهكذا. فبتصير العملية. النقطة الثانية اللي هو العمر اللاعب، لازم غالبا عمر اللاعبين اللي بينتقلوا عمر صغير، يعني يكون 18 19. وشوف انت اللي عمره بالمرحلة هاي بده يروح على اوروبا، اشي طبيعي انه يكون يعني في خوف عليه من الاهل، من المحيطين حوله،
بقول لك انت بدك تروح اوروبا بالعمر هذا، بدك انت تكون لك عقليه، وبصير يحطوا له يعني ممكن بعض الناس يحطوا له عقبات، بعض الناس يعطوا له ايجابيات. طبعا اللاعب هون بكون هو صاحب القرار او هو الكره بملعبه، اذا طلع وتميز والتزم وتعلم لغه والتزم بالتمارين وربنا اذا يسر ان شاء الله بتلاقي طلع مثلا من النادي اللي هو فيه زي محمد صلاح من بازل، راح على سويسرا، على عفوا على تشيلسي، ما توفق هناك لانه فجأة انتقل من بازل لتشيلسي، انما رجع لفيورنتينا، روما وليفربول بالنهاية. وهاي الرحلة ممكن كثير لاعبين يخوضوها، بس يكون في كم. هون بدي نجي للنقطة اللي بعدها، ليش ما فيش شيء كثير من الكشاف الأجانب بيجوا على مصر؟ هون سؤال يسأل للمسؤولين عن أو القائمين على الدوري المصري، ليه ما في كثير كشافة يجوا يشوفوا اللاعبين؟ ليه ما يكون في سماسرة مصريين قويين يحاولوا يروجوا للاعبين المصريين في الدوريات الأجنبية، خاصة بالعمر الصغير؟ وهل هذا هو المطلوب؟ نيجي على نقطة ثانية، في نقطة ثانية حنيجي لها، هل هذا هو المطلوب؟ إنه والله لازم إنه إحنا ننتقل لأوروبا، ولا إنه ممكن إنه إحنا نرضى بإنه الدوري تبعنا إنه نقويه؟ طبعا هون السؤال المهم، ليش ما في قنوات احتراف بين الأهلي والزمالك والأندية المصرية وبين الأندية الكبرى في أوروبا؟ يعني ليش ما فيش مثلا في لاعبين كانوا خرافيين، مثال محمد أبو تريكة. محمد أبو تريكة ما في شك لو طلع لأي نادي أوروبي كان يتميز، كان صار من التوب ليفل، يعني لو راح حتى على ريال مدريد كان صار لاعب عالمي مباشرة، يعني خاصة في سن نضوجه، وفاز ببطولة افريقيا كذا مرة. أنا ما بعرف هل انه اجى لابو تريكة عروض ولا اجى له عروض مش على المستوى، ما بعرف، انما انا واثق انه لو اجى له عروض كويسة كان طلع. ليش ما في قنوات احتراف بين الاهلي والزمالك وبين الاندية العالمية الكبرى؟ هذا سؤال يعني بيطرح نفسه. هل انهم ما عندهم مش يعني العقلية اللي هو العالمية، انك تتواصل مع الاندية العالمية، تروج للاعبين، يكون في سمسار يروج للاعب معين تربح من وراه ملايين، يعني ولا بدك انت تخلله عندك؟ طبعا دائما وجود اللاعبين اكثر من الدوري المصري باوروبا بلفت انتباه الانديه الاوروبيه اكثر للاعبين المصريين، فبزيدوا السماسره الموجودين والكشافين اللاعبين والمحترفين المصريين برا بصيروا اكثر، وهذا بيغني المنتخب المصري من ناحيه، وحتى الانديه المصريه ممكن اللاعب هذا يلف لفه ويرد يرجع على مصر. بصير في اللاعبين من عمر صغير يهتموا اكثر بكرة القدم ككارير، كمهنة، فبتزيد عدد المواهب. وهذا الحكي بينطبق كمان نفسه على الدوري السعودي، يعني نفس اللي قلته على الاهلي والزمالك هو نفسه الاتحاد والهلال والنصر والشباب والاهلي. طبعا كل الاشياء هاي الان نفس التجربه اتوقع شبيهه، انما بتلاقي المصريين بيطلعوا، اما السعوديين ما سبق شفت لاعب سعودي طلع، مع انه في بعض اللاعبين كانوا ممتازين جدا، مثل محمد نور لاعب الاتحاد، هذا لاعب كان اكيد حيتميز بالدوري الاوروبي. فهون السؤال للاهلي والزمالك للمره الثالثه، ليش ما انكم تحاولوا تعرضوا اللاعبين المميزين للانديه الكبيره؟ لانه اللاعب يعني بيكون بالاهلي والزمالك ما حينتقل لاي نادي، انتوا احكوا مع اللاعبين اللي هم بيكونوا مثلا بالتوب 6 بالدوريات، اللاعب يرضى ينتقل. ممكن انك انت تربح من وراء مصاري، تصير لاعب مورد تصير نادي مورد للاعبين زي اياكس دائما بورد لاعبين، بس حكم انه دائما مشارك بدوري ابطال اوروبا وبصير في احتكاك مع الانديه الاوروبيه، فتلاقي دائما يعني هو هناك فيه كثير مهاجرين، بياخذ الافضل اياكس، بعدين على ابطال اوروبا، ومن ابطال اوروبا بينتقلوا على الانديه الكبرى بالقاره العجوز يعني. فهنا سؤال الاهلي والزمالك، انه شو السبب؟ ليه ما بتقدروا تروجوا للاعبين المميزين عندكم، تربح من وراهم فلوس وبتقدروا تجيبوا مواهب كتير؟ دائما مصر ولادة والسعودية ولادة،
بالنجوم. طبعا هذا حيكون جزء من حديثنا عن أو الدردشة عن موضوع الاحتراف وعن الأهلي والزمالك تحديدا والأندية الكبرى بالسعودية، وهل هو المطلوب إنه اللاعبين فعلا انهم يحترفوا، ولا إنه الأهلي والزمالك والأندية السعودية الكبرى قدمت خدمة كبيرة لبلدها. هذا بنشوف إن شاء الله في جزء ثاني من الحديث عن هذا الموضوع. وكمان في عندنا نقطة مهمة جدا، يعني بالنسبة لموضوع السماسرة المصريين، ليش ما بكون في مثلا خلينا نحكي سماسرة قويين بيكتشفوا اللاعبين، بيعملوا لهم سي دي كويس عن مهاراتهم و إنجازاتهم خاصة بالأعمار الصغيرة، ويتواصلوا بشكل قوي مع الأندية الأوروبية، لأنه كمان مهنة السمسرة بتجيب فلوس. يعني أنت لما يعني يكون في سماسرة كويسين، أتوقع في كم من سمسارة كويس في مصر، ليش ما إنهم يعني يديروا مثلا أعمال اللاعب، ولا ممنوع؟ ما بعرف إنه النادي بيسمح لهم، مش ولا هي شغلة شخصية أنا ما بعرف، بس المفروض إنه يكون في سمسار قوي عنده علاقاته بالأندية الريال والبرشلونة والإنتر وإلى آخره، يكون في له علاقات، مش شرط في كل الأندية، إنه ولو أكم من نادي يعمل علاقات كويسة معهم، يقدر إنه على الأقل يقدم اللاعب المصري لهاي الأندية، لعله وعسى إنه يأخذ عقد. إنه العقد مثل لاعب ينتقل لنادي والله زي مثلا يوفنتوس، ولا فريق زي مثلا مانشستر يونايتد، طبعا هذا إنجاز كبير للاعب وللكرة المصرية وللسمسار نفسه، لأنه حيستفيد ماديا من وراء. فهل في قصور من السماسرة المصريين؟ أو هو أتوقع أنه أكيد في قصور عدد السماسرة وكيفية عملهم، يعني مع أنه أكيد هم يعني في منهم عندهم خبرة، إلا أنه غير كافي، لأنه إحنا ما شفنا للآن سمسار مصري قدم لاعب مصري للدوريات الكبرى، ما شفت. ممكن بالعكس كشفت اللاعبين هم اللي بالبطولات الدولية للشباب بيجوا بيكتشفوا اللاعبين المصريين وأندية بسيطة. فهنا يعني كمان تساؤل، يعني ليش ما في عندنا سماسرة كويسين، ولا في وأنا ما بعرف، ما مر علي يعني الصراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.